قبل تقريبا شهر سألته يا عزيز إذا أنا توفيت يا عزيز تدعي لي، يعني شو بتعمل يا عزيز؟ قال خي يزن، أنت خيي أنت خيي، يعني أنا ما بتحمل يعني أنت تموت. عزيز ويزن ثنائي ظهروا سوا وحققوا شهرة بوقت قصير من خلال فيديوهات كوميدية كان بطلها عزيز وزوجاته، فقدر عزيز بشكله المختلف يجذب ملايين المتابعين ليحضروا يومياته. يا الله، شهادة الحلوة ليه؟ ورحيل عزيز فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات، بالأخص أنه مراسم الدفن تمت بسوريا ليكون رحيله السبب لتظهر عائلته الحقيقية للمرة الأولى وتكشف كيف تعرف يزن على عزيز وقنعه بالانتقال معه على السعودية. عزيز بحب الفرح كتير. مين في عنده مثلا سهرة حفلة ببيته مطرب شعبي يحب انه يكون عزيز موجود. عزيز يحب يرقص، يحب يدبك، يحب انه يشارك الناس بفرحه بشكل كتير، يعني انه من قلبه كتير. فهالمطربين هدول هيك يعني صار التصوير من إذاعة لمحل كذا. صدفة اجانا اتصال من شاب ما نعرف اسمه، عرفنا عن شخصه الكريم وقال أنا حابب نزوركم بالبيت وفي إلي شيء عندكم يعني. فنحن استقبلنا ببيوتنا. قال أنا مقصدي عزيز طبعا، يعني بالدرجة الأولى عزيز. تفضل. قال أنا تعرفت عليه عبارة عن طريقة عن يعني تصوير، مواقع تواصل اجتماعي، مقاطع فيديو بسيطة، أعراس، أفراح شعبية. قال يا عمي أنا حاب أصور معه برامج أطفال، لأنه هو شكله صغير بس عقله واعي، ممكن يستوعب الأطفال اللي هن أصغر منه. وفعلا انطلق أول بدايته أنه كان تصوير ساعة، بعدين إذا يا عمي تسمح لنا في تصوير ساعتين، بعدين يا عمي نحن نحب نرافقه بشكل دائم. والاعتماد الأكبر بمحتوى عزيز كان على زوجاته ومواقفه معهم، فهل بالفعل عزيز كان متزوج؟ بالنسبة للبنات اللي كنتوا تشوفون مع عزيز بالتصوير وبالتمثيل، هو عبارة عن تمثيل كلياته. عزيز غير متزوج، عزيز أعزب، حتى يعني وضعه الصحي يعني ما بيسمح له انه يتزوج، ولا وضعه الجسمي. حنا حبينا نزرع الابتسامة للعالم، العالم تنبسط وتضحك، وبنفس الوقت انه نسعد عزيز وانه نعيش شعور انه عنده ولد وانه متزوج ونبسط بحياته. بس هذا كله يا جماعة الخير تمثيل. عزيز الله يرحمه حاب يرسل لكم هالرسالة يخليكم تضحكون وتشوفوا الفيديوهات. الله يرحمه كل المقاطع انتشرت العزيز أنا مسؤول عنها، إن كان طلع مع بنات أو شيء أنا مسؤول عنها. عزيز ما لذن، أنا صاحب الفكرة. عزيز مجرد يا حرام كان يصور وما يقول أي شيء، أنا اللي صاحب الأفكار كلها. هالأفكار يلي كانت تحقق ملايين المشاهدات كانت تترافق مع سيارات وملابس وحتى أماكن بيطغى عليها طابع الثراء، لهيك كان الجمهور على يقين انه هالفيديوهات عم تحقق مبالغ خيالية، وهذا الشيء يلي نفاه شريكه يزن وحتى عائلته. الإشاعات يعني قال نحن بالمثل الشعبي بنقول صيت من الغنى ورصيت من الفقر، لكن الحمد لله فقر ما في. عزيز كان يساعدنا بشكل جيد، لكن مساعدة عزيز لا ما تجاوزت انه مستلزمات منزلية إلي لوالدته لأخواته، يعني تحسين وضع معيشي بسيط، مو هذاك الشيء. الحمد لله السيارات ما عندنا السيارات مثل بيقولوا لا فارهة ولا شيء. وبالنسبة للملايين كنا نتمنى لو انه موجود معنا ملايين، بس ما في شيء الحمد لله رب العالمين. الثورات اللي يتكلموا عنها ما في شيء من هذا الشيء. احنا نعلن بس ما عندنا الشركات كبيرة تعلن عندنا، احنا نعلن للشركات البسيطة لأن سعرنا قليل. احنا أغلى إعلان عندنا $400. الشيء اللي ما حد يعرف عن عزيز أنا وعزيز الله يرحمه كنا متفقين إنه في مبلغ وقدره هذا يتوزع للناس المحتاجة. عزيز أكثر من 50 عيلة إن كان بلبنان أو بسوريا بدون لا أحد يعلم. عزيز كان ساتر عليهم، عزيز كان فاتح بيوت كثيرة حتى ما أهله ما يدروا إنه عزيز قاعد يسوي هذا الشيء. ما حد يدري عزيز إيش كان يقدم للعالم. واستغلال حالة التفاعل يلي سيطرت على مشهد وفاة عزيز ساعد بانتشار فيديو لفتاة بتعاني من مرض التقزم، قال إنها هي شقيقة عزيز وانهارت بعد سماعها خبر وفاته. كل شيء طلع وقال أنا أخته أو أنا أمه، كل شيء ما يحط ويشحد على ابننا، وكل الإشاعات كذبها كلها بشكل عام وقطعي. أخته لعزيز متزوجة وامرأة حامل ومانا من مثل عزيز. عزيز حالة نادرة حتى بالقرية كلها بالمشرفة أو بجوز بمحافظة حمص مو موجود مثل عزيز. مو بس والد عزيز علق على هالشائعة، وحتى والدته وشقيقته الحقيقية استنكروها. أنا أخته الوحيدة طلع كذا مقطع فيديو على الفيس إنه في أخته مريضة
وهي مو أخته، أنا أخته الوحيدة وأنا متجوزة وحامل. البنت مو بنتنا، اللي أخلاقه ضعيفة واللي نفوسه ضعيفة وما يشحد عاقبني يصطفل منه لرب العالمين. هي أخلاقه هيك، نحن مالنا هيك ولم نتمنى يكون دورنا هيك أو حدا يمثل دورنا. نحن ابننا، هذا عيب على اللي ما يصير عيب.